ومن بعد الاوتسايد صرنا بفقرة اون سكايب. اليوم رح نحكي عن تطبيق تراسل فوري ومجاني وبيشبه الواتساب بدرجة كبيرة وبيمتلك ميزات بتخليه يتفوق على واتساب. انتشر بسنة 2013 وتجاوز عدد مستخدميه أكثر من 600 مليون مستخدم. التطبيق هو التليجرام يلي أسسه بافيل دوروف ونيكولاي دوروف. التليجرام تطور مع الوقت وصار فيه ميزات جديدة وخاصة فيه مثل القنوات العامة والخاصة، وكمان القدرة على نقل الملفات بجودتها الأصلية ولو كانت أحجامها كبيرة. بالفترة الأخيرة شفنا ميزة انتشرت بسرعة على التطبيق وهي البوت، ويمكن سمعنا حكي من الناس يلي بنعرفهم إنه فلان قدر يربح من البوت على التليجرام، وهون بنسأل حالنا عن جد في بوت على التليجرام بنقدر نربح منه مبالغ كبيرة؟ والسؤال الأهم يلي كتار لهلا ما بيعرفوا شو هو البوت، لهيك صار وقت نستقبل ضيف فقرة اون سكايب الخبير التقني سامر أبو راشد ليجاوبنا على أسئلة واستفسارات عن تطبيق التليجرام. أستاذ سامر أهلا وسهلا فيك ببرنامج استوديو تيك. اهلا وسهلا فيك. استاذ سامر، مثل ما عم نشوف انه تطبيق التليجرام عامل ضجه كبيره بين الناس، فشو قصه الانتشار الكبير للتطبيق؟ هلا تفضل حضرتك. تطبيق التليجرام هو تطبيق مراسله فوريه انتشر بالفتره الاخيره بسبب السرعه اللي بيتمتع فيها، الامان العالي اللي بيعطيه، جوده الاتصال اللي بتتم عليه، بالاضافه انه الواتساب في بلاد كثير محظور فيها، فكان الخيار الانسب للعالم انه هم يروحوا لتطبيق التليجرام. تطبيق التليجرام فيه ميزات ما موجوده بتطبيقات ثانيه، مثل ما حكيت انه تقدر تبعت عليه ملفات باحجام كبيره، فيه ميزه القنوات، فيه ميزه البوت، في ميزات انه انا اقدر اتواصل مع ناس بدون ما يطلع رقم موبايلي عندهم، وهي شغله كثير ضروريه لحتى نحافظ على خصوصيتي. استاذ سامر، في ميزه موجوده على التليجرام وهي البوت، فشو رح تخبرنا عن ميزه البوت؟ هلا البوت هو مثل المجيب الآلي، يعني شيء بيقدر يساوي المطور، يبرمجه بطريقه معينه لحتى يساوي وظائف معينه. هاي الميزه بيدعمها التليجرام، انه انا فيني برمج بوت لحتى يرد على اسئله معينه او استفسارات معينه. هذا الشيء راح يختصر علي وقت وما راح يخلي الشخص اللي عم يسالني يسالنا كثير، فانا اكون مجهز له اجابات تلقائيه لاسئله معينه ممكن يسالني اياها المستخدم. طيب ممكن يكون البوت هو طريقه للتجسس على اجهزتنا او يسبب ضرر؟ البوت ما بتوقع انه يكون له علاقه بهيك شيء، مثل ما انا بيعرف انه الاختراق بيتم عن طريق انه انا نزل تطبيقات معنا موثوقه او تطبيقات حديثه على جهازي رح يتم اختراقي عن طريقها. البوت ممكن يستخدم بهيك شيء اذا صاحب البوت قدر يقنعني بطريقه معينه انه انا لازم انزل هذا التطبيق لحتى اربح مصاري، لحتى اقدر اسوي وظيفه معينه او مهمه معينه. مجرد ما نزلت هذا التطبيق فهو رح يقدر يخترقني، بس البوت بحد ذاته ما له علاقه بالاختراق. شفنا كثير على تليجرام بوتات ربحيه، يعني بنقدر نستخدمها ونربح منها مبالغ كبيره، صحيح هالشيء او هو مجرد كذبه؟ هذا الشيء بالنسبه للبوتات اللي هي بتدعي انه هي تربح العالم او تعطيهم مبالغ ماليه مقابل مهام بيسووا فيها، هذا الشيء راح احكي عن شخصيه، لانه الموضوع شوي حساس والناس كثير بتواجه بشكل كبير، بحيث انه الاغلب عم بيدور على وظائف، عم بيدور على فرص عمل، عم بيدور على مصادر ربح عن طريق الانترنت بطريقه سهله. هلا البوت بشكل عام اللي بيقول لك انه انا بربحك مصاري، هذا قولا واحدا الحكي ما صحيح. الفكره من البوتات او من هي القنوات اللي هي بتدعي انه بتربحك بالبيتكوين، هي بتربحك بالدولار، هي بتربحك بالليره السوريه، كلها ما صحيحه، حتى لو كانوا حاطين لك اثباتات دفع. يعني احيانا صاحب القناه او صاحب البوت بينشر انه ايصالات تسليم حوالات، هي الايصالات هي مزوره، هو بيكون عاملها بس حتى يشجع الناس انه هن ينضموا لهي القناه او يفعلوا مع هذا البوت. بالنسبه لموضوع البوتات، المستفيد الوحيد هو صاحب البوت نفسه او صاحب القناه نفسها، لانه هو عن طريق البوت او عن طريق القناه عم بيروج لروابط موقع خاص فيه، فكل ما هو جاب عدد اكبر من العالم او عدد اكبر من الاعضاء لحتى ينضموا لقناته، هو عم بيجيب مشاهدات وزيارات اكثر للموقع اللي هو عم بيحط الرابط تبعه بالقناه، فبالتالي عم يربح من المشاهدات وعم يربح من الزيارات عن طريق اعلانات ادسنس مثلا. هلا منطقيا اذا بدنا نحسبها، انت ما فيك تقول اليوم انه انا رح اعطي $5 لكل شخص بيعمل دعوه لشخص ثاني وبينضم على هي القناه عن طريقها. يعني انا اذا ضميت 20 شخص اضربهم ب $5 رح يطلع معك رقم كبير، فمو شيء منطقي انه انا اقدر اربح من وراء البوت بهي الطريقه. فما بنصح حدا انه يصدق هيك شيء، بالعكس فيكم تهتموا او تدوروا او تستغلوا هذا الوقت اللي عم بتضروه بهيك شيء، بشغلات ممكن تجيب لكم ارباح حقيقيه او فوائد حقيقيه.
فموضوع البوتات اللي بتربح مصاري للاسف ما هو صحيح. شو هي الطريقة الصحيحة لحتى نربح من التليجرام؟ الحقيقه في اكثر من طريقه لحتى انه نحن نربح، طبعا ما في شيء بيجي بالسهل. في مقوله بتقول لك انه اذا لن تشتري سلعه فاعلم انك انت السلعه، لانه ان كان التليجرام او كان الواتساب او كان الفيسبوك او اي تطبيق ثاني هو بحاجه جهد انا ساويه لحتى اخذ مصاري من وراه. بالنسبه لقنوات التليجرام انا فيني انشر محتوى مهم للعالم، فيني اجذب عدد كبير من العالم بالشيء اللي انا عم بنشره، فيني بتتيح لي ميزه انه انا ساوي قناه للعامه وقناه بمحتوى خاص لحتى الاشخاص اللي بيدفعوا اشتراكات بس يقدروا يفوتوا ويوصلوا لهذا المحتوى. فيني اكبر قناتي واعمل ترويج لقنوات ثانيه انا باخذ مصاري مقابل هذا الترويج. فيني اكبر قناتي وانشر لشركات كثيره عن طريق الدروب شيبينج، انه انا بروج بالعموله، انه انا ببيع لك المنتج تبعك وكل منتج بيتباع عن طريق انا باخذ عليه نسبه معينه. او فيني حتى روج للمنتجات الخاصه فيني، انه انا عندي معمل، انا عندي شركه، انا عندي مطعم، انا عندي اي شيء، ففيني استعمل قنوات التليجرام لحتى اقدر اروج لهذا الشيء. متوقع انه هي انسب طريقه واكثر طريقه منطقيه انه انا اعملها لحتى اقدر اربح من وراء السوشيال ميديا بشكل عام مو بس التليجرام. استاذ سامر، بدي اتشكرك واقول لك شكرا كثير على المعلومات المفيده يلي زودتنا فيها ببرنامج استوديو تك. اهلا وسهلا فيك.